بين هذه الثلة من كبار الأدباء والنقاد والفنانين، وأنا محامي قادم من فضاء يغلب عليه الجفاف، وهو فضاء القانون، عالم القانون. ولا أستطيع بصفتي تلك إلا أن لا أستطيع بطبيعة الحال تقديم قراءة نقدية أدبية في أعمال علي الواتي مثلكم أنتم، ولكني أستطيع أن بصفتي محامي أن أتوجه بلائحة اتهام علنية وصريحة ضد الأستاذ علي الواتي، لائحة اتهام بناء على الأدلة القاطعة التي قدمها السادة المحاضرون اليوم والبارحة أو اليوم الذي قبله. والتهم الموجهة إليك سي علي 3 تهم. التهمة الأولى هي الاحتكار غير المشروع للإبداع، لأنه كما استمعنا في مرافعات ومداخلات السادة المتدخلين فقد استحوذ الأستاذ علي الواتي على تاريخ الفن التونسي الحديث، وتجرأ على تأسيس مشروع ثقافي متكامل بمفرده، وهذا في قانون المنافسة هذا احتكار واضح للتميز ولا يمكن السكوت عنه. التهمة الثانية ممارسة الفن الأفقي دون ترخيص من الخوارزميات. المحاضرات هذه الأيام ومنها محاضرة سي نجيب راسة البارح سمعته يقول اللي أنت لأنه احنا في زمن الذكاء الاصطناعي التوليدي القائم على يعني الخوارزميات، أنت ماذا فعلت؟ سبقت التكنولوجيا وولدت فنا تشكيليا وأدبيا متعدد التخصصات بعبقرية تتجاوز ما تسمح به الحسابيات. التهمة الثالثة الاحتجاز القسري للمشاعر. بشهادة كل المحاضرين قام المتهم علي الواتي بخلق كون درامي متكامل، واحتجزنا جميعا كقراء وكمشاهدين كرهائن داخل نصوصه وعوالمه، متلاعبا بعقولنا ومشاعرنا مع سبق الإصرار والترصد. إذن سيد الرئيس جلسة سيد الرئيس بناء على ما تقدم من أدلة، وبصفتي محاميا أجد نفسي عاجزا عن الدفاع عن الأستاذ علي الواتي في كل هذه القضايا، والتمس من جلستكم العلمية الموقرة إصدار أقصى العقوبات في حقه، الحكم عليه بالمؤبد كما نرى مشعة في سماء الثقافة التونسية، ومصادرة كل أعماله لصالح الذاكرة الوطنية والأجيال القادمة.